وبيتعادل الزمالك قدام الجونة، ومعانا أول لقطة لمباراة الزمالك والجونة، وهي وصول فريق الجونة لمواجهة الزمالك في الدوري. وكانوا باينين عليهم، حتى مروان محسن برضو كان موجود، وكان باينين عليهم التركيز جدا جدا جدا. اللقطة الجاية اللي بعد كده عودة شيكو بنزا بعد جدل وكلام كتير جدا جدا. ظهر شيكو بنزا وصول فريق الزمالك لمواجهه الجونه في الدوري المصري. اللقطه اللي بعد كده هزار ناصر منسي في احماء البدلاء. يعني كان قبل الماتش كده كان عندهم احساس او كان عندهم ثقه بالنفس ان هم كانوا هيفوزوا على الجونه النهارده، لكن الجونه كان ليها راي تاني. فيريرا كان لابس زي فرقه الجونه، يعني فيريرا ما اعرفش كان نازل بنفس التيشيرت بتاع تيشيرت الجونه. ففي لقطه كمان بقى، لقطه بعدها فيريرا غير اللون التيشيرت في الشوط الثاني على طول. كانت باينه هنا، كانت برده لقطه من ضمن اللقطات ان انا حبيت اظهرها، ما كانتش موجوده اصلا في التلفزيون. هدف جميل جدا للزمالك، بس انا ما اعرفش هو الجون يعني هو جابه، يعني جابه برجله ولا جابه بالفخده ولا جابه من انهي منطقه في جسمه بالظبط. بس هو عامه هدف جميل للزمالك في الجونه، وكانت فرحه هستيريه من جماهير الزمالك. كانوا معتقدين ان الماتش كان هينتهي بهذه النتيجه. وبقى كان برضو احتفال عدي الدباغ بهدفه في مرمى الجونه. دي كانت اللقطه اللي بعدها. برضو اللقطه اللي بعد كده بقى كان الحكم كان بيدور على منديل، لان هو اتخبط او وقع، فاتخبط خبطه كده، ففي يعني دم بسيط ظهر كده، فهو راح جاب المنديل ومن جهاز الفني نادي الزمالك، وبعد كده يعني ظبط نفسه وراح حط المنديل في جنب كده. برضو دي كانت لقطه من ضمن اللقطات. واخر لقطه بقى، ما كانوش مصدقين نفسهم، مش مصدقين نفسهم، فرحة لاعبي الجونة بهدف التعادل في الزمالك. ودي كانت آخر لقطة لمباراتنا النهاردة، الزمالك والجونة. وأراك ضاحكا.